انتشرت ليه فيديوهات كتير على السوشيال ميديا بلبس عامل نظافه داخل الصالات الرياضيه بيرفع فيها اوزان تقيله جدا ما يقدرش يرفعها لاعبي كمال الاجسام الاكبر منه في ضخامه العضلات. طب السر في ايه وانت ازاي تبقى زيه؟ خليك معايا وانا اقول لك ازاي. انا مين عادل، مدرب الدفاع عن النفس. هل الاوزان دي مش حقيقيه او ده تمثيل؟ تصدق او تكذب؟ احب اقول لك انها حقيقيه، والسر ان ورا هدوم عامل النظافه ده فورمه قويه جدا للاعب محترف في الباور ليفت. فلاديمير انتولي لاعب اوكراني عمره 24 سنه، رغم ان جسمه يبان عادي جدا ولكن تدريبه المستمر في الباور ليفت اللي بيشتغل على تنميه الالياف العضليه البيضاء، ودي اللي بتمد الجسم بطاقه عاليه جدا تقدر تخليه يرفع اوزان تقيله ممكن توصل ل 300 كيلو. بس لازم نعرف ان حاجه زي كده هي مش بتيجي من يوم وليله، دي حرفيا بتاخد من 1 سنين عشان يوصل للمستوى اللي انتوا شايفينه ده. لان في الباور ليفت هو مش بيشتغل على زياده الكتله العضليه زي لاعبي كمال الاجسام، هو بيستهدف زياده التحميل على الجسم، وهو ده اللي بيوصل الجسم انه ممكن يشيل اكبر وزن ممكن ما يقدرش يشيله بطل كمال الاجسام. عشان لاعب كمال الاجسام بيشتغل على حاجه ولاعب الباور ليفت بيشتغل على حاجه ثانيه خالص. لاعب الباور ليفت ممكن يرفع وزن عالي جدا بعدات اقل، هدفه مش العدات او التكرار، هدفه هو زياده الوزن في المره الواحده، ودي بتيجي بالتدريج والممارسه والتدريب المستمر. زي دانيال سكالي اللي عمل 9 ساعات ونص في البلانك ودخل موسوعه جينيس بتحقيقه اكبر مده زمنيه في العالم في البلانك. دي جت نتيجه ايه؟ دي جت نتيجه تدريب وممارسه وعدم ملل من التدريب. لازم تعرف ان الفيديو ده اتعمل مش بس عشان اوضح لك اذا كانت دي حقيقه ولا لا، الغرض منه اني بعرض لك نماذج ممكن تكون حافز ليك انك تصر على هدفك وتبقى عايز توصل له باي شكل حتى لو بعد سنين. الناس دي مش احسن منك في حاجه، الفرق الوحيد انهم لما اخدوا قرار ابتدوا وما وقفوش، ولما وقعوا قاموا ولورا ما رجعوش. انت كمان لازم تبدا من دلوقتي، خد قرارك وما ترجعش فيه وما تملش، صدقني السر كله في الاستمراريه. اتمنى اشوفكم المره الجايه ونكون اخدنا خطوه لقدام عن دلوقتي. اشوفكم على خير.